وأول حاجة لازم تفهمها، انت مش ضعيف بس، انت كمان بتتحارب بذكاء. اللي بيظهر لك قدامك مش صدفة، الصورة اللي وقفت عندها والفيديو اللي رجعت له والاكاونت اللي دخلته والبحث اللي كتبته، كل ده بيعلم الخوارزمية نقطة ضعفك. المنصة مش فارقة معاك طهارتك ولا مستقبلك ولا قلبك بعد ما تقفل الموبايل، هي عايزاك تفضل موجود. لو سقوطك هيخليك تقعد أكتر، هتفضل ترميلك نفس الباب لحد ما يبقى عادة. يعني انت كل مرة بتقع مش بس بتعمل ذنب، انت بتدرب النظام على طريقة وقوعك، ودي جملة لازم تفوقك. كل مرة بتتساهل مع أول نظرة، انت بتبني الطريق لعاشر وقعة. كل مرة بتقول هفتح بس مش هكمل، انت بتكذب على نفسك كذبة انت حافظ نهايتها. كل مرة بتدخل نفس المكان اللي وقعت فيه قبل كده، انت مش بتختبر قوتك، انت بتسلم نفسك. فالحل مش انك تبقى بطل في آخر لحظة، آخر لحظة دي غالبا انت بتكون اتسحبت خلاص. الحل انك تبقى ذكي قبلها، اقطع الطريق من أوله، مش لما الشهوة تبقى مسيطرة عليك، لأ قبلها.